الجو النهارده ريحته شتا خالص، واحنا الفترة اللي جاية داخلين على مدارس. فأحسن حل في الجو دوت وجو المدارس هي الوصفة دي. هاتي نص كوباية من المية، انزلي بمعلقتين كبار من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة، دوبيهم مع بعض كويس جدا والمية تكون دافية. سميتي الله وصليتي على الرسول. طب يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وحطي اللايك بتاعك. 4 كوبايات من الدقيق، عليهم رشة ملح بسيطة، كيس من الفانيليا، معلقة كبيرة من السمسم. والسمسم هنا اختياري، نقدر نستبعده من الوصفة خالص ونقدر نخليه معانا. معايا كوباية من السمنة، وكمان يعني عايزة اقولك هي الكوباية مش مليانة قوي، بس انا كملتها زيت، يعني ممكن نقول نص زيت ونص سمنة، 3/4 سمنة وربع زيت. ممكن تستخدميها كلها سمنة، مفيش مشاكل خالص. هبس بقى الكلام ده مع بعضه كويس جدا لحد ما يبقى عامل زي الرملة المبلولة، ودوت المطلوب. لو وصلتي معايا لحد هنا يلا بسرعة شيري الوصفة لحبايبك وصحابك على صفحتك، وبعتها لهم كمان على الواتساب، لاني واثقة ومتأكدة اللي كل الناس هتحتاجها الفترة اللي جاية في الفطار الصبح والايام الحلوة اللي احنا داخلين عليها. بعد ما بسيت العجينة كويس جدا نزلت بقى بالسوائل، وهنا انا مش هحتاج سوائل تاني ولا اي حاجة. المقادير اللي بقولك عليها مظبوطة بالملي. كوباية اللي عايرنا بيها السمنة هي اللي عايرنا بيها نص كوباية المية، هي اللي هنعاير بيها ال4 كوبايات دي، يعني نص كيلو دقيق. تمام كده. هعجن بقى الكلام ده كله مع بعضه. انا مش مجرد بعجن، انا مجرد بس ما السوائل اختفت خلاص هوقف بقى تقليب كده. خلاص كده معايا العجينة بقت جاهزة. ما قلتيش لحد دلوقتي انت بتعملي ايه؟ بعمل قراقيش، قراقيش كده خفيفة وسهلة جنب كوباية لبن الصبح بالليل كده واحنا قاعدين بقى. بصي، القراقيش دي شغالة معانا طول اليوم، ما بتقولش لأ خالص. هسيبها ترتاح لمدة 10 دقايق، وبعد كده هقسم العجينة على 3. هاخد الجزء الأولاني واعمله بالشكل دوت كده والفه رول، وابدأ بقى اللي انا ابططه. وطبعا ليكي حرية الاختيار في حجم القرقوشة اللي انت هتاكليها، سواء هي كبيرة صغيرة سميكة رفيعة، ليكي حرية الاختيار. انا بحبها وسط كده، ولا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. ما تنسيش كمان اللي احنا ما خمرناهاش، هي بعد ما نقطعها هنخمرها، فتعمليها رقيقة عشان لما تخمر ترتفع كده وتبقى حلوة. لكن لو عملتيها سميكة لما تخمر تاني هترتفع اكتر وتبقى حجمها مش مناسب خالص. لما تيجي ترصيها في الصاج ما تدهنيش الصاج اي حاجة خالص، ولما تيجي ترصيها برضو ترصيها بطريقة كويسة، لان دوت الوضع اللي هتستوي عليه. لو حطيتيها في الصاج كده معوجة شوية هتطلع معاكي مش تمام. لكن نخلي بالنا واحنا بنرصها. وطبعا زي ما اتفقنا الطول بتاع المنين بتاعنا او القراقيش تبقى الحجم اللي انت عايزاه. انا هنا بقى بعد ما خلصت الكمية كلها هحطهم بقى الاتنين في نص كيلو دي خد معايا صاجين زي ما انت شايفة كده. هغطيه بكيس بلاستيك وفوطة كده نضيفة، وهسيبه على رخامة المطبخ. ممكن نقول نص ساعة، ساعة الا ربع، على حسب بقى ايه المطبخ عندنا. بعد كده هدخله الفرن، والفرن اكون مشغلاه قبليها ب5 دقايق، فرن سخن درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني، من غير شواية خالص يا جماعة. هتاكلي احلى واطعم قرقوشة طعمها رهيب جدا، جنب كوباية شاي مش هتقولك لا، جنب كوباية لبن الله الله، لوحديها كده شغالة ومش بتقول لا خالص. خطيرة الصبح قبل ما الولاد ينزلوا المدرسة، واحدة مع كوباية لبن يفطروا بيها. بحبكم جدا، ويلا شيروا الوصفة.